إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ. نرحبوا بالسيدة درصاف، أهلا وسهلا سيدتي الكريمة. كذلك حنا نشوفوا راكي تشاركي في هذه الأعمال التضامنية خلال الشهر الفضيل بما فيها عمل حملات التبرع بالدم. كنت حاضرة يوم أمس بوسط المدينة خلال حملة التبرع بالدم المنظمة من قبلكم. أهلا وسهلا سيدتي الكريمة. أول حاجة نقول لكم السلام عليكم وصحة رمضانكم، ونشكركم بزاف على حسن الاستضافة. ميكروفون أستاذة. نعم. نشكركم بزاف على حسن الإضافة، واليوم كما راكم تشوفوني حاضرة معكم لأول مرة. نعرفكم بروحي، أنا كجمعية درصاف الاجتماعية والخيرية، وكذلك كمؤثرة إعلامية في مجال اليوتيوب ولا في مجال مواقع التواصل، وصانعة حلويات، وكذلك في مجال الطبخ. جمعية درصاف. جمعية درصاف. البارحة حضرنا مع الأخ شتوان، وأنت حاضرة كذلك بقوة في الوسط في صفحات التواصل الاجتماعي، وعندك احتكاك مباشر مع المواطنين وغير ذلك، وعندك دور كبير في إيصال الرسالة، النصائح والإرشادات وغير ذلك للمواطنين. كانت لك فرصة كذلك في هذه الحملة أن توصلي الرسالة للمواطنين بضرورة المشاركة في حملات التبرع بالدم خلال الشهر الفضيل يا أستاذة. أكيد هي حاجة شابة، زعما واحد الإنسان هكا يتبرع ويشجع الناس، سيرتو الناس اللي يكونوا يتفرجوا فينا هكا نشجعوهم. أنا كنت أول متبرعة كجمعية تبرعت بالدم، هذا شيء جميل، زعما الناس هكا باش ما تخوفيهمش من جهة التبرع، باش تبيني لهم المصداقية باللي كاين ناس صح يتبرعوا، هذاك الدم يروح في بلاصة معينة. يعني حاجة شابة وحاجة مليحة هكا نفرحوا الناس. وكانت الحمد لله البارح كان نشاط جد جيد. يعني صراحة كتير زعما شباب الله يبارك، ونشكر جماعة الخير اللي كانوا ناشطين، مثل الهلال الأحمر كان ناشط بقوة، كذلك جمعية لالا ما شاء الله. الحمد لله مام الأطباء اللي كانوا يتعاملوا مع الناس اللي كانوا حاضرين معاهم ولا المتبرعين بشكل جيد. يعني كانوا يسقسوهم اسكو دايخين ما دايخينش، زعما كانوا خايفين عليهم كثر وكثر. هذا شيء حاجة شابة مليحة. أنا كما ذكر سيدة شتوان أنه كاينة نشاطات كذلك بهلوانية خاصة بالأطفال وغير ذلك. نعم. أخت درصاف راهي شاركت فيها في جمعية فتية على أموا ولا أموا ودمي، شاركت معي في 4 نشاطات ما شاء الله. ومام عند يوتيوبر أظن الآخر دارت سونسيبيليزاسيون في اليوتيوب تاعها، زعما نشطت شويه نشطت لاباج. نعم. هذا هو التنسيق. يا سيدي الكريم. سيدة درصاف تفضلي. أول حاجة نشكركم على حسن الإضافة، ونشكر إذاعة وهران. أنا نشكر الناس اللي تبرعوا أول حاجة. تاني وماذا بينا احنا هذه التبرع بالدم يكون يوميا، يعني باسكو كاين ناس بزاف محتاجين، وان شاء الله باذن الله نكونوا كما احنا نقولوا خيط هكا ندوا الناس لهذو اللي راهم باغيين يتبرعوا، ونشكرهم بزاف. وهذه هي ان شاء الله يا رب العالمين تزداد المسيره ان شاء الله. بارك الله فيك سيدتي الكريمه. شكرا السيده درصاف درصاف رئيسه جمعيه درصاف الاجتماعيه والخيريه. شكرا جزيلا سيدتي الكريمه. السيد كريم موشي رئيس المكتب الولائي للهلال الاحمر الجزائري، سيد صوفي محمد الامين العام للمكتب الولائي للهلال الاحمر الجزائري بارزي، السيد شتوان عبد القادر رئيس جمعيه القلب المفتوح لالا، وسيد لوش عبد رئيس المكتب الولائي اتحاد الشباب للتنمية وترقية المواطنة، المكتب الوطني. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام على تلبية الدعوة والمشاركة. شكرا فيروز، شكرا فاطمة قباح على اللمسات التقنية لإخراج المراقبة واستقبال المكالمات. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. حنان سي عفيف تحييكم في أمان الله.